ازيك يا عزيزي الاهلاوي؟ تم التبليط بنجاح. الاهلي استلم شغلانه حلوه وجاب سكينه معجون وسلم شغل على نظافه في الوقت بدل الضايع. البطوله نفسها في حد ذاتها ما تفرقش معايا كتير. ادينا شفنا حضور الجماهيري اللي كان رمضان صبحي بيتكلم عليه وبيقول مستنيين جماهير بيراميدز في الامارات. شفنا حضور الجماهير في مباراه بيراميدز وفيوتشر قبل ماتش الاهلي، حاجه كده في منتهى الفشاخه. ومبروك طبعا لفيوتشر، يستاهلوا المكسب، وضربات جزاء كده ماراثونيه يعني اخذت وقت اكتر من الماتش نفسه. والطموح قعد على جنب يعيط كالعاده. وعلى الناحيه الثانيه النادي الاهلي لعب سيراميكا وقدر الحمد لله ان هو يكسب في الوقت بدل الضايع. واهميه الماتش دوت والصعود للنهائي وان احنا ان شاء الله ناخد البطوله، مش عشان البطوله في حد ذاتها النادي الاهلي هو اللي محقق الرقم القياسي في بطوله السوبر المصري، ولكن عشان احنا قلنا ان كاس العالم للانديه كانت الصحوه اللي كان عليها النادي الاهلي ولاعيبته، وهي دي كانت انطلاقته للموسم الجديد، وبالتالي دي بتكمل اللي احنا بدأناه. فأهمية بطولة السوبر دي مش عشان السوبر نفسه، ولكن عشان بقية الموسم. ده بغض النظر طبعا عن فكرة ان احنا نلعب باربع فرق، وبدل ما كانت من ماتش واحد بقت ماتشين، وقبل نهائي ونهائي وثالث ورابع. والجو الاسباني ده اللي عامله الحاج عامر حسين بصراحه حاجه بايخه قوي ومسخه، سواء هو ولا اتحاد الكوره بشكل عام يعني. لان انت اصلا مضغوط واللعيبه خلاص يعني تعبت وجابت جاز. النادي الاهلي لعب 4 ماتشات في 10 ايام يا جدعان. فلو انت بتبص على الكوره المصريه وان احنا خلاص الشهر الجاي داخلين كاس الامم منتخب مصر يعني، فانت كده بتفشخ اللعيبه دي، وربنا يكون في عون روي فيتوريا الحقيقه. وبالتالي اهميه البطوله دي بالنسبه لي هي في بقيه الموسم للنادي الاهلي، ان النادي الاهلي في 10 ايام يقدر يلعب 4 ماتشات ويقدر يدور اللعيبه في حدود الامكانيات ويكسب الماتشات دي ويأدي كمان بشكل كويس. يعني سيراميكا دي قاعده مبلطه في مصر بيشووا دوره، والنادي الاهلي مطحون في السعوديه وطلع من السعوديه على الامارات، ومع ذلك النادي الاهلي واقف على رجله ال 90 دقيقه. ودي نرجعها لايه بقى يا معلم؟ اتكلمت عليها قبل كده، الدوافع وروح الفانيلا الحمراء اللي بدأنا نشوفها بترجع تاني. مفيش اي حد عاقل يقول ان المخزون البدني اللي عند لعيبه النادي الاهلي يقرب حتى من المخزون البدني عند لعيبه سيراميكا، ومع ذلك النادي الاهلي واقف على رجله وسادد طول ال 90 دقيقه وكسبانين في بلس 90. صحيح خسرنا محمد الشناوي بشد وياسر ابراهيم وربنا يشفيهم هما الاثنين ويرجعوا بسرعه، ولكن بقيه اللعيبه الحقيقه عملوا اللي عليهم وزياده، رغم ان انا لازلت عند رايي ان في لعيبه ما تستحقش تلبس تيشيرت النادي الاهلي. وانا عارف ان ناس كتير بتنتقد قرار مستر كولر ان هو يلعب بطاهر محمد طاهر مهاجم، وانت عندك موديست اصلا ما لعبش 3 دقايق على بعض في كاس العالم للانديه، فالمنطقي ان هو يبدا بيه. وانا معاك يا باشا، مش هختلف في النقطه دي، لان طاهر محمد طاهر الحقيقه هو بيجري وجراي وكل حاجه، ولكن ما فيش اي انتاجيه. ده الراجل رايح انفراد النهارده بيحط الكره بركبته، وفي كره بيستلم في منطقه الجزاء وبيحاول يلف فعلا. يعني التكنيك بتاعه كده تحس ان اللعيب ده ما يعرفش حاجه عن الكوره، او بالبلدي كده متعلم كوره. وفي فرق كبير جدا بين لعيب عنده موهبه وبين لعيب متعلم الكوره. المهم عشان ما نروحش بعيد، نيجي لملك الليله ونجم الحفله وهو امام عاشور. احلى هديه من نادي الزمالك، هديه مقبوله. حبيب قلبي امام عاشور انفجر في كاس العالم للانديه ومكمل في الانفجار بتاعه ده. واهم اسباب القصه دي ايه بقى يا باشا؟ رقم واحد الدوافع اللي كانت غابت عن كل لعيبه النادي الاهلي، وامام عاشور تحديدا لما راح كاس العالم للانديه اول مره بقى يروح المحفل ده يا باشا، فخد مان اوف ذا ماتش في ماتش وجاب جون ورجع بميداليه برونزيه. فما فيش حد اسعد من امام عاشور دلوقتي، ومكمل في السعاده بتاعته دي وباينه جدا على ادائه ان امام عاشور بقى يديك 90 دقيقه. امام عاشور اول ما رجع كان راجع من اصابه طويله، ما كانش بيلعب 25 30 دقيقه، ويوم ما كان بيديك 60 دقيقه كنت بتشوفه مريح من الشوط الاول بيلعب على الواقف. يبقى كده قلنا الدوافع وقلنا الجزء البدني. في جزء تاني مهم جدا، وهو ان الاتنين اللي بيلعبوا جنبه شالوا من عنده ادوار كبيره جدا دفاعيه كان مكلف بيها. فواحد بقى اصلا البدني بتاعه واقع وكان مطلوب منه هجوم ودفاع، فما كنتش بتلاقي امام عاشور بالصوره اللي انت شايفها دلوقتي مع وجود الاثنين اللي جنبه وبالذات كوكا. بقى امام عاشور عنده حريه حركه شويه وحريه في الابتكار، ان هو في حد بيغطي وراه، سواء كان عمرو السوليه النهارده او كوكا، او حتى في كاس العالم للانديه لما شفنا مروان عطيه بيقوم بالدور ده. طبعا النهارده مستر كولر اجبر على ان هو يبدا بحد غير كهربا، لان كهربا تم استنزافه في كاس العالم للانديه، والحقيقه نص الفريق محتاج يريح، ولكن الراجل ما عندوش قايمه تساعي الليله دي. فهو قدر يلعب بانسب تشكيل في حدود المتاح، امل ان هو يصعد للنهائي، والحمد لله ربنا كتبها له. عشان تبدا تلاقي بقى تاني كهربا اللي بادئ اساسي وحسين الشحات، ويبدا قوام الفريق ومروان عطيه، فتبدا تشوف الدنيا
زي ما كان عليها في كاس العالم للانديه. النقطه الثانيه اللي حابب اتكلم فيها ان لازال مسلسل اهدار الفرص موجود. بيرسي تاو مضيع كوره ما تضيعش، طاهر محمد طاهر نفس الكلام، وموديست لما نزل برده المفروض ان انت اللي بتخلص من نص فرصه واحده بشماله. رغم ان النهارده على فكره موديست كان تحركاته، انا ما بتكلمش على الانتاج، تحركاته كانت معقوله جدا بالمقارنه باللي فات. هتقول لي يا عم ده جثه ميته، هقول لك يا عم معاك، انا بس بقارن بين اول ما جه ودلوقتي. النهارده شفناه بينزل في نص الملعب وبيفتح لزمايله وبيطلع في الكور العاليه، مش احسن حاجه طبعا، وفي كتير جدا مصريين احسن منه بمراحل، بس انت يعني ايه يعني بتلصم الدنيا كده وبتعد غنماتك يا جحا. ونرجع تاني بقى لامام عاشور والكواليتي بتاعت امام عاشور المرعبه. لعيب فعلا محترم في كل حاجه، لمسه الكره بتطلع من رجله مختلفه عن اي لعيب تاني، استلامه ورؤيته ونظرته وسرعته، امتى يجري امتى يحجز بجسمه، يلعب بشماله وبيمينه وينقل لك ملعب من هنا ومن هنا، يلعب بكعبه، حاجه كده والله العظيم كواليتي مرعبه. وعشان اجتهاده ده ربنا كرمه عشان يكون سبب في الفوز النهارده في الوقت بدل الضايع. الجون ده واحد يقول لي يا عم ده كفته وحظ وانتوا نادي محظوظ، يا باشا ده تكليل لمجهود الراجل ده وعشان يفرسكوا برضه. المهم الف الف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره الفوز النهارده، وان شاء الله نختم ببطوله قدام فيوتشر ان شاء الله في النهائي، عشان البطوله دي مهمه جدا وتبقى اول بطوله الموسم ده لمستر كولر عشان تبدا تاني العجله تلف. ده كان كل حاجه النهارده، نشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. سلام عليكم.